النهارده هنتكلم عن الغواصة تيتان. الغواصة تيتان اللي تم غرقها ب5 أثرياء من أشهر أثرياء العالم. اوعى تبعد السياسة عن الاقتصاد. يقول لك الأول عيش، حرية، عدالة اجتماعية. إذا منعوا عنك العيش مش هتدور عن الحرية. مش اما تاكل الأول، تدور على الحرية. كده هنخلينا جعانين على طول. العملية بتاعت الغواصات دي والسفن هي أصلا صناعة ماسونية. أصلا بدأت مع اللي أنشأوا أمريكا، هم رؤوس الأموال الفرنسية. كده بنلاقي الحكام بتوعنا لا بنبقاش عارف لهم ملة، لا مسلمين ولا كفرة ولا يهود. أنا متقبلة حتى لو هو صاحب ملة عادية. ما تجيش بقى تطلع لي زي الدقار كده وتقول لي الماسونية ونحط قوانين المصاحبة والولد والبنت ينشئوا علاقات محرمة. يعني أنا أبقى قاعدة في بيتي كده وبنتي تجيب لي بغل في الشقة معاها وما يبقاليش حق إن أنا أتكلم، أو تقول لي أنا هروح أبيت عند صاحبي النهاردة يا ماما عايزة حاجة، أقول لها روحي يا بنتي، واعمل لها كمان ايه طقوس المباركه كلها. ممكن اديها اكل عشان تعرف والراجل هيبذل مجهود. يعني احنا بقى كمسلمين ولا يهود ولا مسيحيين هنقول ايه لما الشيوخ بتوعنا والناس العلماء والاعلام بتاعنا بيتكلم في الساله السوداء دي وبيقول لك احنا عايزين نعمل مش عارفه ايه؟ يقول له طب الاديان محرمه، الكلام ده كله. يقول ماليش دعوه بالدين، تدوس على ديله يسقف. هما كده الشيوخ بتوع الايام دي. طبعا مكان مخيف. ايه يا ابن الوسخه انت وهو تروح تدفع 250,000 دولار وتنزل علشان تشوف سفينه اتحطمت والناس اتعذبت وماتت؟ ما تروحوا في داهيه، ما ينعل ابوك ومطرح ما رحتوا. بس مين اللي عمل فيهم كده بقى هنعرف الفتره الجايه، وان شاء الله احنا هنقدم بعض الحقائق لما نشوف التسريبات في احداث تايتانيك 1912. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. النهارده هنتكلم عن الغواصه تيتان. الغواصه تيتان اللي تم غرقها ب5 أثرياء من اشهر أثرياء العالم. لكن دي خلت يتفتح ملف تايتانيك اللي اتنشر عنها بعض الوثائق السرية المسربة في بريطانيا، واتهمت الماسونية بغرق تايتانيك في 1912. واللي كان متهم وقام بإغراق السفينة ديت الماسونية اللي كانت بدأت تنتشر في ظل الاحتلال الإنجليزي للدول وفي ظل نشأة أمريكا. لكن الوثائق السرية دي مش مسربة من عندنا هنا من داخل مصر أو من داخل أي دولة عربية، دي مسربة من داخل بريطانيا نفسها. طب إيه السبب اللي هيخليهم يغرقوا تايتانيك في 1912؟ قالوا إن في أثرياء كتير على السفينة ديت، والأثرياء بتوع العالم عامة. لاحظوا حاجة اللي يخلينا نصدق الكلام ده ايه؟ الماسونية أصلا عبارة عن حكم عالمي. يعني هم بيسعوا لحكم العالم عن طريق الاقتصاد والرأسمالية. واحنا عارفين ان الرأسمالية اللي موجودة للشركات الحالية اللي بتدير العالم، هتلاقي شركات اللي هي صنعت الغواصة ديت شركة يهودية في بريطانيا. وموضوع بحث الغواصات دوت مش وليد السعادي، دوت كان موضوع من سنة 1700 تقريبا 75، وكانت بدأت عملية اكتشاف تصنيع الغواصات ديت عن طريق شركات يهودية أو ماسونية، يهودية ماسونية. وديت في الفترة اللي هي تم إنشاء فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي قامت بمساعدة رؤوس الأموال الفرنسية في الفترة اللي فاتت. فعلشان كده هي شبكة كده في قلب بعضها.
فهم اتهموا الناس دولت بعملية اغتيال عن طريق سفينة تايتانيك لمجموعة رجال أعمال ورجال أثرياء كانوا بيتحكموا في الاقتصاد بتاع العالم في الفترة ديت. اللي قال الكلام دوت قال يعني قال الاتهام، وقال ليه قال كده؟ قال لأن السفينة ديت أصلا لما غرقت كانت سفينة قوية جدا، وكان استحالة إن هي تغرق بمجرد اصطدامها بجبل أو اصطدامها بجبل جليدي أو زي ما حصل وشوفنا القصة بتاعتها. لكن اللي حصل كمان لما غرقت ما كانتش فيه قوارب، فيها قوارب نجاة كتيرة. ولو تفتكروا الفيلم لما اتفرجنا عليه كانوا بيتخانقوا مين اللي هيتم انقاذه في القوارب ديت. فئة معينة تم انقاذها عن طريق القوارب ديت، لكن الشركات المنتجة للسفن والغواصات غالبا هي شركات ماسونية يهودية. يعني الاسم نفسه تايتانيك او الجبارة اللي ما يقدرش عليها حد. تيتان او الغواصة يعني معناتها الآلهة الجبارة، كلها مشتقات لأسماء آلهة من آلهة اليونان. عشان كده هنفتح الملف مهم جدا النهاردة، وكمان هنقول يعني واحنا بنتكلم عن الأقدار. طبعا في ناس كتير هيقولوا في سفينة غرقت اللي هي راحة اليونان ديت بحوالي 750 ألف واحد، ومنهم الأغلبية مصريين، وغرقت على سواحل اليونان. والسواحل اليونانية أصلا متهمة إن هي السبب في إغراق السفينة أو المركب اللي هي كانت فيها ناس راحة علشان تدور على شغل، اللي هم بيدخلوا الدول بصورة غير رسمية كده يعني. فبيقولوا إن غفر السواحل أو المسؤولين عن السواحل اليونانية ليهم يد في إغراق المركب دي. طبعا في منظمات حقوقية، طبعا انا بتكلم المنظمات الحقوقية بنشكرها على فكرة، لان فيها يعني ان كانت حتى اجنبية او امريكية البشر ما بيختلفش، البشر ما بيختلفش. احنا مسلمين وعندنا ناس ولاد 60 كلب، وعندنا الشيوخ ولاد ميتين كلب، ماشي، منحلين ومنحرفين وبيقولوا على ربنا كلام افتراء وبيحللوه وبيحطوا فتاوى وبيحطوا يعملوا، لدرجه ان هم عاملين لك قوانين حتى، وطلعوا اتكلموا وشيوخ قالوا لك عن قوانين المصاحبه، ان البنت ممكن تجيب صاحبها يبات معاها في البيت، تروح تبات معاه، تمشي من البيت وتروح تقعد معاه عادي جدا، والمفروض لا توجد اي مساءله يعني او حساب من الام او الاب. فاحنا بنتكلم عن فئة معينة من الناس. كمان انا لما بتكلم عن المجموعة اللي كانت داخل المركب ديت او الغواصة ديت، غواصة تيتان، فانا بتكلم عن فئة معينة من الناس في ظل الظروف الاقتصادية في العالم اللي احنا عايشينها ديت، وبيدفع ناس كل واحد دافع 250 ألف دولار، واحنا بنتنشأ دولة يعني. افتكر فيلم البيه البواب، انا معايا دولار، فاكرين الفيلم عايز السوق السودا عشان معايا دولار. فعلا الدولار دلوقتي عندنا بقى ليه قيمة رهيبة. فالناس دافعين مبالغ طائلة، رجال اعمال ومشاهير، والله لو كانوا تعبانين في الفلوس دي ما كانوا هيدفعوا الفلوس ديت. لكن التهليل بقى منهم رجل ملياردير باكستاني ومعاه الجنسية البريطانية هو وابنه، شاه زاد داوود، ودوت مسلم، وابنه 19 سنة مسلم. الطريف أو المحزن أو زي ما هنقول أو القدر لعب لعبته معاه، وهو ما كانش مسافر في الغواصة دي. لكن هو في 2 أمريكان، ملياردير أمريكاني، اعتذر هو وابنه لان ابنه خاف من الرحله ديت وما قدرش يطلع، فاعتذر، فهم خدوا تذكرتين الموت دولت بدل. يعني واحد زي ده احنا شايفين افغانستان او باكستان او الدول الاسلاميه ديت، شايفين المعاناه بتاعت الشعوب بتاعتها في ظل وجود ناس اغنياء جدا
بيدفعوا فلوس في هفا. الغواصة ديت يعني عبارة عن ايه؟ يعني حاجة كده علبة بالظبط زي علبة الكنز كده بس كبيرة شوية، وفيها عدد لأفراد معينة، فيها حوالي 5 اللي هم طلعوا. المساحة بتاعتها يعني الارتفاع بتاعها ما يسمحش لك انك تقف بطريقة مستقيمة، لا ده انت بتبقى محني كده. زائد ان الاكسجين اللي فيها بيبقى ليه فترة زمنية محددة، بينفذ بعد 96 ساعة بالظبط. يعني لو تعرضت لأي حاجة إن ما ماتوش بسبب الحاجة دي هيموتوا بسبب نقص الأكسجين. تاني حاجة بتبقى مصاحبة للغواصة ديت سفينة بتتتابع بالاتصالات معاه عشان تشوف الأحداث ايه، محتاجين حاجة حصلت كارثة يقدروا إن هم يتابعوهم ويسجلوا الأحداث بتاعت الرحلة. كانت في سفينة متابعة للغواصة، كان في اتصال بينها وبين الغواصة. بعد نزول الغواصة بحوالي ساعتين إلا ربع تقريبا انقطع الاتصال تماما، وكانوا كل نص ساعة يسمعوا زي قرع كده صوت خبط. بيقولوا ان صوت الخبط دوت بيبقى مؤشر او رسالة ان في ناس احياء بيطالبوا بيستغيثوا بان هم يبعتوا لهم اغاثة علشان ينقذوهم. ديت متبرشمة، يعني بيبرشموها بمسامير صلب من بره على الناس اللي جوه، استحالة ان حد يقدر يطلع من جوه. ايه اللي اتعرضت له بقى؟ اتعرضت انفجار غير الانفجار ده، ضغط الجوي الخارجي، العوامل المناخية المؤثرة على الخامة بتاعت الغواصة نفسها. طب هي خامة الغواصة دي مصنوعة ايه؟ مصنوعة من الكربون. الكربون تقريبا الصلب الغير متبلور، ودوت ليه مخاطر تفاعلية مع المناخ. فالضغط اللي حصل ما كانش ضغط داخلي داخل الغواصة نفسها، الضغط كان ضغط خارجي، العوامل المؤثرة للمناخ. دي منطقة متقلبة فالعملية فيها صعبة جدا، يعني عملية مناخية متقلبة، زائد فيها نسبة برودة، في احتباس حراري، واحنا عارفين التغيرات المناخية اللي بيتعرض ليها العالم في الفترة دي. فالكربون ده بيتفاعل بصورة مكثفة جدا مع المناخ. تعرضت لضغط عالي، ضغط عالي خارجي خلاها اتطبقت يعني زي علبة الكنز كده. الكربون ده يعني مادة كده زيه زي الهيدروجين والأكسجين والرصاص. قالوا إن الكربون ده هو الفحم الأسود، لكن هو موجود بأشكال مختلفة، منها الماس والجرانيت، لكن المصدر الرئيسي ليه هو الفحم. والفحم ده بيكون مدفون في أعماق الأرض، علشان كده بيكون ليه 3 تأصلات: الماس والجرانيت والكربون الغير متبلور. أو الكربون الغير متبلور ده اللي هم بياخدوه وبيعملوا له معالجة ضغط معين وبيحولوه للصناعات، منها صناعة الغواصة. بيعتبر نوع صلب من ثاني أكسيد الكربون، يعني حاجة صلبة، مش زي ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الهواء، لا دي مادة صلبة. في نظيره ثاني أكسيد الكربون اللي هم بيقولوا عليه السيليكون، المادة الصلبة التانية النظيرة دي ثاني أكسيد الكربون اللي هو السيليكون. تم تصنيعه في 2006 عن طريق تعريض الجليد لضغط عالي. طبعا الجليد ده عبارة عن مية، فلما تعرضت لضغط عالي طلعت ثاني أكسيد الكربون وطلعته في مادة صلبة. ليهم طريقة يعني معينة. الضغط العالي ده حوالي 48 من 100 غيغا باسكل، مش باسكل، غيغا باسكل ديت يعني ايه، حاجة كده بيستعملوها كيميائية في الضغط العالي. أوضح برضو 400,000 أو 480,000
ضغط جوي في الخلية. طبعا ده كله كلام علمي، بس بنعدي كده ندي خلفية يعني عنه ايه، عن سبب التعرض للحادث ده. فالكربون الغير متبلور غير مستقر في حالة الضغط المعتاد، الضغط المعتاد العادي. يعني هو بيتعرض لضغط يعني عن طريق عملية كيميائية مثلا، أو عن طريق عملية حرارية. لكن في حالة الضغط العادي، الضغط الجوي العادي، بيكون معرض للخطر، لأنه في اللحظة دي ممكن يتحول لثاني أكسيد الكربون. ديت حاجة عشان نكون فاهمين الأحداث اللي حصلت. طبعا السفينة ديت قلنا كان عليها الراجل اللي يردير شاهزاد وابنه اللي سافروا بدل الاتنين الامريكان، معاهم مستكشف بريطاني بيعيش في الامارات، ودوت كان طلع رحله قبل كده للفضاء. وكان معاهم غواص قبل كده عمل رحلات حوالي 35 رحله عشان يشاهد تايتانيك بس الحيطان بتاعتها. اما الخامس ستوكن راتش اللي هو المدير التنفيذي للشركه اللي صممت الغواصه. الضغط العكسي ده اللي اتكلمنا عليه، اللي هو تعرض عليه عن طريق المناخ العادي للمنطقة مع المادة الصلبة للكربون اللي مصنع منها الغواصة. قالوا ان هي ممكن تكون معمولة بفعل فاعل. كون ان خمس اغنياء العالم يروحوا كده في تيس في الغواصة ديت في رحلة زي ديت، زائد ان رجل امريكي كمان اعتذر بسبب تخوفات ابنه. طب هو انت كنت ليه اصلا حجزت يعني في الرحلة ديت؟ ما اكيد كنت هتاخد رأي ابنك. لكن الرجل دوت هنحط عدة تساؤلات ليه اعتذر في عن الرحلة ديت في الفترة الاخيرة وما طلعش، غير الكلام الهجص اللي بيتقال ان ابنه خاف وما خافش، لان ابنه في عمر الولد اللي مات اللي هو عنده 19 سنة، ابن الملياردير الباكستاني. تاني حاجة ان دولت يعني اكيد ناس مؤثرة في اقتصاد العالم، يعني لهم شركات ولهم استثمارات في العالم ولهم اسهم ولهم شركات هنا ولهم شركات هنا. واحنا عندنا الشركات اللي مسيطرة على العالم، على الاقتصاد العالمي، تعتبر الشركات الماسونية. نرجع بالاحداث لاحداث تايتانيك تاني. 1912 الاحداث اللي غرقت فيها السفينة تايتانيك كانت احداث غير طبيعية. في الفترة اللي هي من 1923 ل 1933 بدأت تزدهر الماسونية داخل بريطانيا نفسها. واحنا عارفين ان بريطانيا كانت محتلية العالم وكانت مصاحبة امريكا. وكمان غير ان بريطانيا كانت محتلة العالم، الاوراق والمستندات دي بتقول ان الماسونية بدأت تظهر في بريطانيا من 1923 ل 1933، يعني في الفترة اللي هي كانت فيها مسيطرة بريطانيا على الدول العربية تقريبا. وكانت في الفترة دي مصاحبة لفرنسا، يعني كانت العلاقات بتاعتها تحسنت مع فرنسا بعد المشاكل اللي حصلت بينها وبين فرنسا في نشأة أمريكا وبعد الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى ما كانتش فرنسا مع الولايات المتحدة ولا كانت مع بريطانيا، يعني هنقول في أعقاب الحرب العالمية الأولى لما انضمت فرنسا لبريطانيا والأمريكا بدأت تنتشر الماسونية داخل بريطانيا وداخل دول أوروبا كلها في الأول. إحنا بقى كعرب وكناس بدأت تنتقل عن طريق الثقافات اللي إحنا بتنتقل عن طريق المنظمات الحقوقية وعن طريق كمان الإعلام وعن طريق بقى إيه القيادات داخل الدول. فبنبص بنلاقي دايما القيادات داخل الدول عجبهم قوي النظام العسكري. عملية النظام العسكري دي عملية مريحة للغرب لأنها نوع من أنواع الاحتلال بيطبق على جميع الدول لاتفاقيات بينهم.
استثمارات، بتبص بتلاقيهم واخدين السيادة، يعني هم حاجة والشعب حاجة. يعني دولة تانية، العسكر دولة تانية داخل أي دولة بتحكمها، دولة تانية ليها مزايا خاصة. وإحنا يعني قلنا الكلام ده عن واقع، يعني عن واقع عشناه من بعد ثورة 23. النظام ده بسيطهم قوي، بيطبق، عايزين يطبقوه في ليبيا عن طريق حفتر، عايزين يطبقوه في السودان. هو متطبق في السودان بالفعل، بس في صراع بين قوتين عسكريين هناك. طبعا الأحداث اللي هي موجودة دي كلها بتشكل الخريطة بتاعت المنطقة نفسها، زائد الأحداث بتاعت الاقتصاد ما تبعدهاش عن السياسة خالص. اوعى تبعد السياسة عن الاقتصاد. يقول لك الأول عيش، حرية، عدالة اجتماعية. إذا منعوا عنك العيش مش هتدور عن الحرية. مش اما تاكل الأول تدور على الحرية. كل الأول وبعد كده طالب بالحرية وبعد كده طالب بالعدالة. عشان كده هنخلينا جعانين على طول من أيام الاحتلال لحد دلوقتي. يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت مختل. بس شرحة نفسها، لا يقولوا لك أصل الظروف العالمية، أصل الظروف البتنجانية، كل الكلام دوت خلاص. معلش الإضاءة خفضت شوية، النور قطع، بس نور ربنا هو موجود. جينا بقى لنقطة مهمة جدا هتكلم فيها، إن إحنا بيتلعب بالاقتصاد العالمي عن طريق الماسونية. هتقولي لي الماسونية لازم تسيطر على العالم من وجهة نظرهم، وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني إحنا دلوقتي سيبنا الملف بتاع الغواصة دوت فيه ما فيه، ودخلوا ملف ما يختلفش عن ملف تايتانيك، لان دول رجال اعمال ورؤوس اموال مؤثرة على العالم كله. كذلك برضو التايتانيك كانت كده، يشاء المولى ان تحصل الاحداث بعد 112 سنة لغواصة تيتان ديت وتغرق بطريقة اصعب شوية. الضغط الخارجي ده في ثواني، لكن الخبط اللي كانوا بيسمعوه ده كان دليل ان في حد لسه عايش على قيد الحياة. طبعا فات اكتر من 79 ساعة اللي هي فترة الاكسجين، حتى لو في حد صاحي جوه ما خلاص هيكون مات من ما فيش اكسجين. عملية الضغط دي قالوا ان هي بتفتت العظام، يعني الضغط الخارجي ده فتتهم خلاص. زي ما بتكون جايب كنزاية كده مثلا وتبص تلاقيها من بره اتطبقت وفارت اللي جوه، اثرت على اللي جوه الماده السائله اللي جوه. ديت حاجه. تاني حاجه الملف المهم اللي انا بتكلم فيه ده مش ملف بس خاص بالغواصه. احنا شفنا الناس اللي هي سافرت على الحدود بتاعه اليونان عشان يدوروا على شغل، حوالي 750 ألف واحد، لكن تشاء القدر ان يحصل ان السفينة دي تغرق والناس دي كلها تموت، حوالي 750 ألف. طبعا الناس كلها اهتموا كالعادة بأثرياء العالم، لكن ما اهتمناش بالسفينة دي، لان الحدث ده حدث متكرر، يعني متكرر، وبالتالي مصر ما اتكلمتش عن الناس بتاعتها. ان في مجموعة من الناس دلوقتي رافعين قواضي اللي هم المنظمات الحقوقية. طبعا انا ما بتكلم عن المنظمات الحقوقية بتكلم في اطار الدولة، لكن في افراد شرفاء داخل المنظمات الحقوقية اللي هم بيتكلموا عن المشاكل بقى العامة اللي هي ايه، حوادث الغلابة، الكلام ده كله. ففي نشطاء اتكلموا عن الاحداث ديت وعايزين يرفعوا قواضي على اليونان، لان بيقولوا ان
ان المسؤولين داخل اليونان هم مسؤولين عن غرق السفينة ديت، وهم السبب في غرقها ديت حاجة. فعلشان كده لازم الدول اللي ليها ناس ماتت هناك يعني ايه تتواصل معاهم علشان يقدروا يتكلموا عن حقوق الناس اللي ماتت. طب هما هيتكلموا ليه عن حقوق الناس اللي ماتت وانت نفسك مش بتتكلم؟ انت نفسك مش بتتكلم، الدولة ما بتتكلمش. يعني عندنا مصر ولا الاعلام ولا اي حاجة، قاعدين يقولوا لك فيفي عبده مش عارفة ايه، الهام شاهين مش عارفه ايه، والكلام الوسخ ده كله، ده فلان عمل استغفر الله العظيم ايه، وفلان عمل ايه، وقوانين المصاحبه ولازم تتعمل. كل دوله فيها حاجه اسمها البني ادم، مسيحي يهودي ابن 60 كلب او مسلم او مش عارفه ايه، هو مخلوق ربنا خلقه عنده كيان انساني، عنده ضمير، عنده كل مقومات الخير والشر. الناس اللي هي بتتكلم عن الحقوق بتاعت الضعفاء، الناس الضعفاء ديت، لكن الدول ما بتساعدهاش، خلاص انتهى خلاص. هنيجي نتكلم عن دلوقتي اللي بيحصل عشان اقول لكم بيسيطروا، بس انا مش عايزه اتكلم عن سوريا دلوقتي، هخليها الفيديو الجاي. لكن هكمل كلامي واقول ان العمليه بتاعت الغواصات دي والسفن هي اصلا صناعه ماسونيه، اصلا بدات مع نشاه امريكا. مش نشاه امريكا، اللي انشأوا امريكا هم رؤوس الاموال الفرنسيه اللي كانت بتأسس دولة أمريكا علشان تحارب بريطانيا بيها، فكسرت عناصر استثمارية ماسونية داخل أمريكا، هي اللي بتقود الاقتصاد داخل أمريكا، اللي هي اسمها اليسار المتطرف والكلام ده كله. فدولت ناس ماسونيين عليهم ان هم بيغيروا العالم، بيحطوا السياسة الاقتصادية، بيحطوا السياسة الدبلوماسية للعلاقات بين الدول، بيحددوا أهمية كل دولة، بيحطوا رؤساء، بيحطوا الخطط الاستراتيجية اللي هتخدم الملف الماسوني والناس اللي هتخدم الملف الماسوني. علشان كده بنلاقي الحكام بتوعنا لا بنبقاش عارف لهم ملة، لا مسلمين ولا كفرة ولا يهود. أنا متقبلة حتى لو هو صاحب ملة عادية من اللي ربنا خلقها. يعني احنا مسلمين متقبلين اليهودي، متقبلين المسيحي، ومتقبلين المسلم، لكن ما تجيش بقى تطلع لي زي الدقار كده وتقول لي الماسونيه ونحط قوانين المصاحبه والولد والبنت ينشئوا علاقات محرمه. يعني انا ابقى قاعده في بيتي كده وبنتي تجيب لي بغل في الشقه معاها وما يبقاليش حق ان انا اتكلم، او تقول لي انا هروح ابيت عند صاحبي النهارده يا ماما عايزه حاجه، اقول لها روحي يا بنتي، واعمل لها كمان ايه طقوس المباركه كلها، ممكن اديها اكل عشان تعرف، والراجل هيبذل مجهود. يعني احنا بقى كمسلمين ولا يهود ولا مسيحيين هنقول ايه لما الشيوخ بتوعنا والناس العلماء والاعلام بتاعنا بيتكلم في الساله السوداء دي وبيقول لك احنا عايزين نعمل مش عارفه ايه؟ يقول له طب الاديان محرمه، الكلام ده كله، يقول له ماليش دعوه بالدين، تدوس على ديله يسقف. هم كده الشيوخ بتوع الايام دي، وهيعملوا المصاحبه. ما هي تركيا فيها، هي تركيا مش دوله اسلاميه؟ تنوها فيها لحد ما كانوا الاسلام وخربوها، وكانوا عايزين كليكدار ابن الوسخه اليهودي دوت يمسك الدوله، والحمد لله ان اردوغان نجح. ادي اللي بيحصل. نقول الغواصه دي حصلت بمنهج ليه؟ بتاع سامسونج كده، اللي هو بتاع الكرتون اللي بيجي ده، اللي بيعمل التنبؤات بالاحداث. قبليها بفتره بسيطه جاب لك مسلسل كده ان في غواصه ونزلت تحت الميه، وهي تحت الميه انفجرت وحصل اللي حصل، وتاهوا بقى في الايه، في متاهه الاطلنطس.
الأطلسي، الأطلسي، المحيط الأطلسي، بحر الظلمات. طبعا مكان مخيف. ايه يا ابن الوسخة انت وهو تروح تدفع 250,000 دولار وتنزل علشان تشوف سفينة اتحطمت والناس اتعذبت وماتت؟ ما تروحوا في داهية، ما ينعل أبوك ومطرح ما رحتوا، ما ينعل أبوك ومطرح ما رحتوا. بس مين اللي عمل فيهم كده بقى؟ هنعرف الفترة الجاية، وإن شاء الله احنا هنقدم بعض الحقائق لما نشوف التسريبات في أحداث تايتانيك 1912. تابعونا على القناة، فعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.